نشوف هذا التقرير مع زميلنا محمود خالد من دكرنس ثم نعود إليكم مرة أخرى. بداية كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، وكل سنة وانتم طيبين. العيد ربنا يعيده علينا وعلى المسلمين وعلى مصر كلها بخير. هو طبعا الفكر كله دلوقتي في قصة أكاديميات البراعم. بنشوف أكاديميات خاصة عاملة شغل كويس جدا، فعلى غرار كده طبعا نادي كيرنس نادي كبير والمفروض ما يقلش عن اي اكاديميه خاصه. عندنا الامكانيات، عندنا النادي، عندنا الامكانيات البشريه موجوده. فالحمد لله من حوالي 25 يوم كده قلنا لازم نطور الاكاديميه. كانت موجوده وكان مبذول فيها جهد كويس، وبنشكر كل اللي كانوا موجودين وكل اللي كانوا شغالين. احنا جايين نكمل على شغلهم. كان الكابتن حمدين عبد الجليل متطوع قايم بالدور ده لوحده، وبنشكره وبنشكر مجموعه العمل اللي كانت معاه وهم مستمرين معانا يعني. بس احنا عملنا اضافات من مدربين كلهم مؤهلين ماجستير تربيه رياضيه ودكتوراه تربيه رياضيه موجودين في الملعب معانا. وبدانا كمان نعمل عوامل جذب من ادوات وملابس شيك تخلي الناس تبقى متواجده. فكرنا في رمضان قلنا لو سيبنا الاكاديميه التمرين بالنهار الولاد هتهرب مننا، فقلنا لا، نعمل اضاءه للملعب ونمرن بعد الفطار عشان كمان الحر والصيام. وبادئين الوقت بعد ما بقى في قوام اساسي للاكاديميه وبشكل محترم نعمل نوع من انواع الاحتكاك. فالنهارده موجود معانا اكاديميه خاصه لها اسمها، يعني اسمها اكاديميه المستقبل. وان شاء الله بنوعد بعد العيد ان هيبقى في احتكاكات قويه بانديه. يعني انا الحمد لله خلصت مع النادي الاهلي، ان شاء الله بعد العيد هننظم رحله للنادي الاهلي مع اكاديميه النادي الاهلي، لان هو عماد اي نادي قاعده الناشئين والبراعم اللي طالعه. انت بتشوف دلوقتي اغلى لعيبه في مصر وافضل لعيبه في مصر طالعه من براعم انديتها، زي تريزيجيه مثلا طالع من براعم النادي الاهلي، زي رمضان صبحي طالع من براعم النادي الاهلي، صلاح والنني الناس دي كانت في براعم الاهلي وبراعم المقاولين. فاللعيبه دي بتبقى متربيه، غير اللي هو لعيب موهوب بالفطره. في فرق كبير بين لعيب موهوب بالفطره وبيلعب في الشارع وبين لعيب عنده حتى نص موهبه وبيتعلم الكوره كويس يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. الاول يا كابتن محمود كل سنه وحضرتك طيب وكل سنه وحضراتكم طيبين، رمضان كريم ويعود علينا الايام بخير ان شاء الله. الهدف الاول من وجودي هنا هو الاحتكاك. انا بقالي بادئ من 13/5 بدايه تمرينات وتدريبات مع المدربين كابتن بوشه والكابتن محمد المتولي وكابتن محمد جمعه والدكتور محمد الحفناوي وكابتن ماهر وكابتن صهيب. بادئ شهر في زي فتره اعداد كده، بناء عليه احنا ان شاء الله نبدا نسوي الاولاد. فالنهارده بدايه الماتشات، بدايه رقم 1 ان شاء الله تكون بدايه كويسه، ان الاولاد تبدا الاحتكاك. ويعني ايه ماتش ويعني ايه ماتش ويعني ايه احتكاك مع فرقه جديده ويعني ايه مع نادي، لان الاولاد عندنا كانت لسه يعني ايه الموضوع جديد عليهم، مش فاهمين لسه يعني ايه اكاديميه ويعني ايه. كان الاول كانت مدرسه كوره، بدانا الاكاديميه يعني لازم العب نادي، مش العب اكاديميه، لازم العب نادي. وبعدين انا هنا في بيتي دكرنس بيتي، يعني بدايه كده ان انا ابدا بدكرنس يبقى ده نجاح ليا ونجاح للاكاديميه. وشرفني ان انا اكون بين كوكبه من نجوم الرياضه في دكرنس، كابتن محمود خالد كاعلامي متميز وكرجل احنا سمعنا عنه اشياء كثيره، والكابتن سيد مخيمر اللي سعدته بلقائه اليوم. وانا سعيد بان انا بشوف اشياء ما شفتهاش في اماكن كثيره جدا جدا، واتمنى ان احنا نستمر على هذا النهج ونزداد ان شاء الله للاحسن ونتقدم. وان شاء الله الرياضه بوجودكم كده ان شاء الله وبالكوكبه من النجوم الرياضه في دكرنس ان شاء الله تزداد وتكبر وتبقى حاجه كبيره قوي قوي. وانا سعيد بوجودي وتواجدت معاكم، وان شاء الله للامام، وان شاء الله نتقدم باذن الله بوجودكم وساعدنا ان احنا نقاقم. اول شرف ليا ان انا يعني مش عاوز اكبر اقول والدي، لا اخويا الكبير، يعني مش عاوز اقول الاحترام كله اتوجد استاذ سيد مخيمر. كلمه بنتعامل بالكلمه. انا كنت هنا، انا مشيت من نادي دكرنس بكلمه،
مش بورقه ولا حاجه. الورق ده ما كانش بيني وبينه، كانت كلمه بس. انا مشيت ده بس حبيت اقول الكلمه دي. الموضوع ده ملوش دعوه بالحاجه، بس انا حبيت اعرف. انا مشيت بكلمه، قال لي هتمشي همشي. وبعدين الدرع ده وسام على صدره. انا بس عايز اقول ان وائل من لعيبه نادي كيرنس اللي قضوا معانا موسم، ادى فيه موسم رائع، وكان راجل على المستوى الفني وعلى المستوى الاخلاقي حاجه متميزه. وهو فعلا لما جه النادي كان ماضي بدون اي شروط، ولما طلب ان هو يمشي برضه زي ما هو ذكر كده. وانا طبعا شايف حاجه جميله هو عاملها، وسامع كويس جدا عن اكاديميه المستقبل اللي الكابتن وائل عاملها، ودي اقل حاجه نقدمها له، يعني حاجه رمزيه للكابتن وائل السيد واكاديميه وائل. احنا بنشكر وبنرحب بيكم الاول عندنا، وبرنامج كرة بلدنا دايما سباق بمراعاة النشاط الرياضي عامة في الدهلية والدرجة الثانية اللي زي حالاتنا كده، أندية الدرجة الثانية. بنشكر طبعا حضور أكاديمية المستقبل بقيادة أخويا وحبيبي كابتن وائل السيد، وبنشكر كابتن سيد مخمر نائب رئيس مجلس الإدارة والمشرف على أكاديمية نادي كيرنس. وبنرحب طبعا بك يا أستاذ محمود أبو خالد، أبويا وأخويا الكبير. ونرحب طبعا بكل الساده اولياء الامور والضيوف وكل الناس الموجوده ده. واحنا لما جينا هنا ووعدنا ان احنا جايين هنا من اجل تطوير وتعديل النظام الاكاديميه، والحمد لله الناس كل الناس موجوده هنا لاحظت الفرق ما بين الوقت وبين قبل كده. واحنا بنشكر كل الناس اللي كانت قبلنا، الناس دي عملت مجهود كبير على قد الامكانيات اللي كانت موجوده، على قد الوضع ده. طبعا احنا بنشكرهم كلهم بلا استثناء، الكباتن اللي كانت موجوده. واحنا الحمد لله احنا جينا هنا تم التعاقد مع ناس كلها مدربين اكاديميين. معايا دكتور احمد صلاح ماجستير تربيه رياضيه رخصه سي ورخصه بي. معايا الكابتن وليد الشربيني ماجستير تربيه رياضيه رخصه سي ورخصه بي. كابتن ايمن جبر ده كابتني من الناس اللي مرنتني. معانا كابتن محمد علاء، كابتن مرشدي، كابتن عبد الله، كابتن عباديه، كابتن محمد الشربيني، كابتن عجور، كابتن مصطفى. كل الكباتن ده احنا بنشكرها، وبنشكر كل الناس اللي وقفت ساندتنا وكل الناس اللي جت علينا. احنا جايين هنا عشان شغلنا اللي يتكلم، مش احنا اللي يتكلم، احنا اقل من ان احنا نتكلم. واحنا بنشكرك على وجودك معانا يا استاذ محمود خالد، ونتمنى التوفيق لنادي كيرنس السنه دي وكل حبايب نادي كيرنس كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا بنشكر دي كيرنس واكاديميه نادي كيرنس على الاستقبال الرائع، بصراحه مفيش احسن من كده، حاجه كويسه. تاني حاجة طبعا الصفات بتختلف على حسب الاحتكاك بين اللعيبة وبين بعضها، طبعا بيفرق لاعب كبير عن لاعب صغير. مجرد الأطفال الصغيرين اللي معانا يدوب يعني كدمات بسيطة، خبطات، ممكن بقى لعب الأطفال نفسه اللي هو الخبطات اوقات بتوصل كسور وحاجات من دي ربنا يبعدنا عنها، بس الحمد لله. لا رباط صليبي والحاجات دي طبعا بتبقى بعيده عنا خالص بسبب الاحتكاكات في الملعب، فما بتبقاش طبعا بنفس الدرجه باللعيبه الكبيره، طبعا اللعيبه المحترفه، فبتفرق كتير جدا. وكمان احنا بنعمل على قد ما نقدر ان احنا بناخد بالنا من ولادنا، ان احنا يعني بنربي نشء جديد انها تبقى حاجه كبيره ان شاء الله لنوادي مصر كلها، وتبقى الاحتراف الخارجي ان شاء الله. فبتبقى بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نربيهم من صغرهم، نعلمهم ازاي يلعبهم، ازاي يكونوا واقفين في الملعب صح، كل حاجه. وان شاء الله بدور العلاج الطبيعي معاهم كمان نقدر نقلهم صح ويكونوا موجودين فتره كويسه ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا برحب بيكم وبرحب بالساده الحضور. وطبعا نادي كيرنس نادي سباق في الرياضه، تاريخه عريق من اول ما نشأته من 1955. فدايما نادي كيرنس مصنع المواهب. فيوم ما يبقى النهارده ختام الانشطه في شهر رمضان الكريم، لما نجيب اكاديميه نادي المستقبل، فبنرحب بيها وبنرحب بالكابتن وائل السيد المسؤول عنها. فده طبعا بالنسبه له مش بيته، هو اكيد هو ابن نادي كيرنس وبنرحب بيه في اي وقت. واحنا جايين النهارده لما احنا تم التعاقد معانا لمده موسم كامل في اداره الاكاديميه، انا والكابتن احمد سنجيدي والكابتن ايمن جبر، وجبنا كوكبه من مدربين الكوره على ذو اعلى مستوى من الفنيات والخطط. فاحنا جايين بس عشان نثبت ان الشغل مش بالدراع زي ما بيقولوا، لا الشغل بالفكر والشغل في الملعب. واحنا الحمد لله من اول ما جينا واحنا لامسين الشغل ده مع اولياء الامور، وشايفين التقدم وشايفين التطور بيحصل في الاداء، وشايفين الاقبال على الاكاديميه. وان شاء الله بنعد مجلس الاداره عن تجديد الثقه كمان فينا، لانه معاه نخبه كبيره من المدربين. وبنشكر قناه الحدث ان هي بتغطي النهارده اللقاء
ده. وطبعا ان شاء الله بنوعد الجميع ان هو مش هيبقى ان شاء الله ختام الانشطه، لا في احداث كتيره جايه ان شاء الله. وكل سنه وحضراتكم طيبين، ونعدكم بمرات قادمه ان شاء الله. في البدايه كل عام وحضراتكم جميعا بخير، جماهير نادي ديكيرنس الطيبه بخير، مجلس الاداره بخير، والجميع بخير. بالنسبه لاكاديميه نادي ديكيرنس، طبعا استكمالا لعمل سابق من مدربينا زي ما اتعلمنا بالظبط، ان احنا بنعمل لقاءات وديه لتبادل الزيارات وزياده الصداقه بين الانديه وبعضها البعض، واستفاده واكتشاف للمواهب، وطبعا من غير اي ضغوط نفسيه او زياده عن اللعيبه بتاعتنا، بل بالعكس كلها في اطار من المتعه والاثاره والتشويق. واولادنا كلها بنحاول ان احنا كلها بتلعب كلها، وبنتفرج عليها وبنقيم ادائها ومستواها الفني. نماذج كده من لاعبي اكاديميه المستقبل هنتعرف عليهم واحد واحد. الاسم؟ اسم احمد السيد فلافون. بتلعب ايه يا احمد؟ هاف شمال. الاسم؟ وليد محمد مروان. وليد محمد مروان. بتلعب ايه؟ هاف شمال. عصام محمد متولي بيلعب نص ملعب. نص ملعب. قول لي بقى يا سيدي، انت مين مثلك الاعلى في الكوره؟ هنا ولا بره؟ لا في مصر، احنا خلينا في مصر. رمضان صبحي. رمضان صبحي. عايز تبقى زي رمضان صبحي؟ ان شاء الله. طب انت دلوقتي لو بقيت نجم تتمنى تفضل في الاكاديميه ولا تحترف بره ولا تبقى في اي نادي؟ يعني الكابتن والي يقوله. يعني انت بتشجع ايه؟ الاهلي اكيد. النادي الاهلي؟ طب النادي الاهلي اليومين دول مش مظبوط. والله نعمل ايه يعني. انت بقى يا سيدي مثلك الاعلى مين؟ حسام غالي. حسام غالي ده انت لاعب جامد بقى. وبتلعب زيه؟ نفسك تروح النادي الايه؟ النادي الاهلي. نفسك تروح الاهلاوي يعني برضه؟ اهلاوي. انت بقى مثلا عبد الله السعيد. عبد الله السعيد كل نص ملعب يعني. لعيب لعيب ولا لعيب نص؟ لا جامد ان شاء الله. ولا بتساند بس على بساند بس. نفسك تروح ايه؟ نفسي اروح الاهلي. كل الاهلي يعني. الكابتن وائل السيد مختار لنا 3 اهلاويه، هنزعل الزملكاويه كده. نتمنى لكم التوفيق وربنا يوفقكم ان شاء الله. شكرا يا حبايبي. معانا 2 من اكاديميه نادي ديكيرنس هنتعرف بهم برضه زي ما اتعرفنا على لاعبي اكاديميه المستقبل. اسمك ايه؟ احمد اشرف العزب. علي صوتك شويه. احمد اشرف العزب. احمد اشرف العزب. بتلعب ايه يا احمد؟ بلعب خط وسط. خط وسط. محمد حمدي. محمد حمدي. بتلعب ايه يا محمد؟ حارس مرمى. حارس مرمى. قول لي بقى عزب، انت مثلك الاعلى مين؟ تريزيجيه. ايه؟ محمود حسن تريزيجيه. تريزيجيه؟ طب ما تريزيجيه ما عادش موجود في مصر بقى، البديل بتاعه مين؟ لا يعني ما فيش حد غير تريزيجيه؟ ما فيش حد مش رمضان صبحي ما بيعجبكش ولا ايه؟ محمد تريزيجيه. طب انت تتمنى تروح نادي ايه اما تكبر كده؟ نادي الاهلي. نادي الاهلي؟ طب وانت ابو اسماعيل بقى حارس مرمى جامد ولا بيدخل فيك جوان سهله كده؟ لا حارس. ايه؟ حارس حلو ان شاء الله. حارس مرمى جامد. بابا كان حارس مرمى ولا ايه؟ كان بحارس مرمى. اتكلم. حارس مرمى ايه؟ كان حارس مرمى ايه؟ ايه؟ مصر. وانت وفي ايه تاني؟ ونادي ديكيرنس؟ انت مثلك الاعلى مين؟ في الحراس؟ بتحب مين من الحراس في مصر؟ في شريف اكرامي وفي محمد الشناوي وفي عصام الحضري، بتحب مين؟ احمد عد. رحيم، شايف اليوم جميل بوجودكم وبتنظيم رائع وشغل على اعلى مستوى، وانا سعيد جدا الحقيقه. انا حاليا في السعوديه ونازل اجازه، وكان لي الشرف بمقابلتك يا استاذ محمود، وانت اللي بصراحه يعني كنت دافع لينا، والحمد لله جيت هنا لقيت الطاقم رائع من التدريب، وخير مثال موجود معايا احمد. الحقيقه الكل اثنى عليهم. انا معايا ابن كريم واحمد، وفي ابن اخويا الحقيقه معاهم احمد اسامه العزب. الحقيقه لقينا كل ترحاب وكل تقدير منكم، بدليل ان ظهرت موهبه الكل اثنى عليها، وبنشكركم الحقيقه على اليوم الجميل ده. ناوي تاخدهم معاك ولا ناوي تسيبهم تاني ولا؟ والله انا ناوي اخدهم طبعا، ما اقدرش استغنى عنهم، ولكن اذا حسيت ان فعلا في موهبه والموهبه هتنمى وهيبقى في اضافه ولصالحهم، ما فيش اي مشكله، بنسيبهم ان شاء الله. يوم جميل بصراحه، يعني عملوا معهم مجهود جميل وتدريب على اعلى مستوى. انت بتأملي تشوف ابنك ازاي ولا عايزه تشوفي زي مين بالظبط يعني؟ نفسي يكون حاجه كويسه وخلاص. انت ما بتشجعش كوره ولا ايه؟ يعني بتشجعي مين؟ النادي الاهلي ولا الزمالك ولا؟ النادي الاهلي. ابنك لو ربنا كرمه كده وبقى لاعب جامد، تتمنى انه يفضل هنا ولا
ينتقل لاحد الانديه الكبرى؟ نفسي طبعا ينتقل لاحد الانديه الكبرى. اولا برحب بحضرتك وبشكركم على الاستقبال الجميل ده. اول حاجه المشكله في الاكاديميات، الحمد لله لكل مدربين الاكاديميه كلنا دارسين. انا مع الحمد لله معايا دوره سيل للمدربين ومعايا دوره اعداد بدني ودوره لياقه الحمد لله. وبالنسبه للمشكله اللي بتقابل كل الاكاديميات هي حته التعامل مع الاطفال الصغيرين ده. احسن هو ده الاساس، انت بتعامل طفل بتربيه من الاول. لو معلش لو انت عندك بيت وعملت الاساس بتاعه غلط كل البيت هيطلع من الاول غلط. تمام. فهي ده عندنا اصلا مشكله في مصر عموما في مجال التدريب، وحضراتكم اكيد شايفين وده بيأثر على الاطفال كلها. جدا بقى في حزم وفي كلام كله يرجع طبعا للكابتن احمد سنجيري، لان هو بامانه ربنا يعني مش عشان وجوده او عشان لا، بامانه ربنا عمل نظام جديد في الفرقه. اتمنى ان الكل يحذو خطوه. انت بتلعب ايه يا سيد؟ فرود. بتلعب فرود. طب بتحب مين، الاهلي ولا الزمالك؟ اهلي. لا طيب انت بتحب مين من اللعيبه؟ ابو تريكه ولا بتحب رمضان صبحي ولا بتحب مين؟ ولا بتحب شيكابالا؟ تريكه. ايه؟ تريكه. بتحب مين؟ تريكه. بس تريكه اعتزل خلاص. كلنا بحب تريكه كابتن. والله رمضان صبحي. امال انت بتلعب مركزك ايه؟ دفاع. طب دفاعه ازاي؟ مسلك الاعلى رمضان صبحي، المفروض تختار مدافعين بقى. مين من المدافعين بيعجبك في الدوري المصري؟ احمد حجازي. ايه؟ احمد حجازي. احمد حجازي اللي بيعجبك؟ نفسك تبقى زي احمد حجازي لما تكبر؟ نفسك تروح النادي الايه؟ النادي الاهلي. على طول كده على النادي، يعني هم مختار لنا لعيبه رايحين كلهم من النادي الاهلي، ما اختارناش حد من الزمالك هنزعل الفريق الثاني كده. عموما شكرا يا ابراهيم ونتمنى لك التوفيق يا حبيبي. شكرا. كعادتها تواجدت كاميرا كرة بلدنا بجميع الأحداث الرياضية للصغار والكبار، وهي اليوم ترصد مجمع الأكاديميات بنادي ديكرنس الرياضي. كان معكم محمود خالد، التلفزيون المصري، قناة الحدث، برنامج كرة بلد.